تعالوا نعمل فرخة عاملة نفسها ديك رومي. بصوا بقى، عملت الفرخة الحلوة الكبيرة دي، وزنها 2 كيلو ونص، فرخة بلدي كده كبيرة وحلوة. عملتها بنفس طريقة الديك الرومي. نبدأ على طول ونقول بسم الله. جايبة نص كوباية من عصير البرتقال، ومعايا كمان بصلتين وجزراية وثلاث طماطميات متوسطين الحجم. قطعي الحاجات الحلوة دي، ومعاهم حوالي 3 4 فصوص من الثوم، وحطيهم في الخلاط مع ربع كوباية من المية، او تحطيهم في المفرمة من غير مية خالص. ابدأي بقى عصريهم كويس جدا، وحطي معاهم قرن فلفل كده، ويا سلام لو قرن فلفل حراق. هنبدأ بقى نصفيهم، ومش عايزين اي تفل في التتبيلة بتاعتنا، عايزين التتبيلة بتاعتنا تكون كلها سايلة خالص، علشان لو انت حطيتي فيها اي تفل ولا حاجة هتبدأ ان هي تتحروق كده معاكي ولونها يغمق بزياده. حطيت نص كوبايه من عصير برتقان، معلقه صغيره مليانه من الملح، وزيها من الفلفل الاسود، يعني تقريبا معلقه ممسوحه من الحبهان على ورق اللورا المطحونين، معلقه من البابريكا مليانه، معلقه من بهارات الفراخ كده اهو، هاتيها من مكان حلو كده ويكون مذاقها حلو. حطيت بقى شويه روزماري كده اهو على ايديا، عليهم شويه من الزعتر، وقلبت الجمال ده كله بالشكل اللي انت شايفاه. بصوا ريحه التتبيله والله خرافيه. معاها كمان حوالي ليمونه كده، عصره ليمونه كامله. قلبي بقى التتبيله الحلوه دي، وجبت الفرخه. طبعا الديك الرومي لما انت بتجيبيه مهما كان وزنه، يفضل ان انت تعملي تنقعيه كده اهو في محلول الملحي، اللي هو بيكون ميه غزيره وملح وشويه كده اهو حلوين من السكر وعصرتين ليمون، وممكن معلقتين خل كده ولا ربع كوبايه من الخل. ومعايا كمان بتبقى ورقتين من اللورا وحبهان. لكن دي طبعا بتقعدي الديك الرومي في محلول النقع لمده مش اقل ابدا من 3 6 ساعات. اما بالنسبه للفرخه دي فتقعديها مجرد 10 دقايق ساعه بالكتير قوي لو عندك وقت. جبت بقى الفرخه الحلوه دي، ابتديت اعمل لها ثقوب بخله الشيش طاووق زي ما انتم شايفين. يعني خليها كده نغزيها كده بالسكينه من تحت الجلد، ما تفتحيش الجلد بتاعك. طبعا وانتي بتنضفيها حاولي تفرغي ما بين الجلد وما بين اللحم، من غير ما تقطعي الجلد، عشان الجلد دوت اللي هيديها الشكل الرهيب. انا بحب وانا بنضف الفراخ مش بحب ان انا اشيل الدهون اللي بتكون كده هو حوالين الاوراق. بحب اسيب الدهون زي ما هي، واللي بياكل بقى يشيل هو الدهون. الدهون بقى دي لما الفرخه بنشويها بتبدأ انها تسيح وتدينا طعم رهيب جدا. ذكر النهارده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تنسيش تكتبي في التعليقات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو عجبك الفيديو وصلتي لحد هنا، اوعي تنسي تكتبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قطعت بقى 3 بطاطسيات كده متوسطين الحجم على بصلايه خضراء. عندك كرفس طبعا يا سلام هيخليهولك في مكان تاني. حطيت كمان بصلايه خضراء وجزرتين كده اهو، وروزماري على زعتر كده اهو فريش، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على الخضار الحلو ده. واخر حاجه شويه صغيرين جدا، يعني ربع معلقه من الحبهان على ورق اللورا. هنبدا بقى نحشي الفراخ بتاعتنا بالخضار الحلو ده، ونجيب اي صينيه. والتكه بقى الاخيره اللي بتخلي الجلد بتاعها مقرمش وباللون الرهيب، هاتي بقى معلقه كده اهو من الزبده، زبده بلدي زبده صفراء اي زبده متوفره عندك. انا كان عندي هنا معلقه من الزبده البلدي، حطيت عليها سنه كده اهو من البهارات، بهارات فراخ سن خفيفه اقل من ربع معلقه. ودعكت الفرخه بقى كلها، وعند الاجنحه وعند الاوراق وعند الصدر، بصوا في كل مكان. لو في اي حاجه مقطوعه كده اهو من جلد الفراخ، يعني ابدأي كده هو قفليها بورق بخلة الأسنان الصغيرة دي، عشان الفرخة بتاعتك تطلع شكلها جميل زي ما انت شايفة. هحط شوية بقى من الخضار كده هو حوالين الفراخ. وهاتي كده اهو صينية مقاس 26 أو 28 على حسب حجم الفرخة بتاعتك، وحطي بقى من التتبيلة اللي هي كانت نايمه في الفراخ متبله فيها. حطي على الوش كده حوالي كبشتين 3 4، عشان دي بقى بصي هتنزل، وهي دي اللي هتدي اللون الرهيب اللي انت شايفاه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. غطيتها بقى في ورق زبده كويس، وفوق ورق الزبده حطيت بقى ورقه فويل على اعلى درجه حراره 250 لمده نص ساعه في ارضيه الفرن. وبعد كده طلعتها لمده ساعه ساعه وربع على حسب بقى حجم الفرخه بتاعتك. بعد ما طلعت وهديت كده، هبدا بقى بصوا الف رجليها بالشكل ده، شكلها والله زي بتاع الافلام. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وما تنسيش ذكر النهارده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.